هو انا ممكن يحصل لي حاجه لو قعدت جنب واحد بيشرب سجاير وقعدت اشم في الدخان بتاع السجاير؟ يعني لو حد من عيلتي او واحد صاحبي بيشرب سجاير وانا عمال بشم بس في دخان السجاير بس ما بشربش سجاير، انا ممكن يحصل لي حاجه؟ تعال نعرف ممكن يحصل لي حاجه ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور شمس حميد في حلقه جديده من حلقات ميديكال تيبس. ان شاء الله هتكلم عن معلومه خفيفه جدا لكن مهمه قوي. انا لو قعدت جنب واحد بيشرب سجاير وطبعا بينفخ سجاير او دخان السجاير انا طبعا بستنشقه او كده، هل ممكن يحصل لي اضرار ايه؟ او لو طفل صغير مثلا هل ممكن يحصل له اضرار؟ طبعا ممكن يحصل له اضرار، ده هو معرض انه يحصل له ازمه مره واحده. ايوه، ازمه مره واحده. طبعا دخان السجاير ده بقى فيه مواد كيميائيه زي مثلا اول اكسيد الكربون والكربون والطار كل دي مواد سامه، والادهى من ذلك ان فيها مواد مسرطنه. المواد ديت بتدمر حاجه اسمها السيليا. السيليا ديت اللي بتطرد المخاط، لما الواحد يطلع مخاط السيليا دي اللي بتطرده.